السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أي حاجة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة تنحل بها العقدة وتنفرج بها الكربة وننال بها منازل الشهداء والصديقين. النهاردة إن شاء الله هنقول مع بعض تفسير رؤية اسم سماء في المنام كما فسروا علماء التفسير ومنهم الإمام ابن سيرين. ولكن حابة أذكركم أن تفسير الأحلام ما هو إلا اجتهادات، والله تعالى أعلى وأعلم، فضلا وليس أمرا. القناة لسه جديدة ومحتاجة لدعمكم، فاللي لسه مشتركش في القناة ينزل يدوس على زر الاشتراك ويفعل كلمة الكل عشان يوصل كل جديد. وبالله عليكم ما تخرجوا من الفيديو قبل ما تحطوا اللايك وتصلوا على النبي في الكومنتات. ربنا يرزقنا ويرزقكم خير الدنيا والآخرة. أسفة على الإطالة. رؤية اسم سماء في المنام من الأسامي الجميلة ومن الرؤى الطيبة المحمودة اللي بتدل على صفاء ونقاء صاحب الرؤية أو صاحبة الرؤية. وإذا رأى الرجل المتزوج اسم زوجته سماء في المنام فده بيدل على صفائها ونقائها وطيبة قلبها وإنها بتحبه ودايما بتقف في ظهره ودايما بتقف معاه في كل حاجة وبتخاف على زعله، والله تعالى أعلى وأعلم. كمان رؤية اسم سماء في منام المرأة المتزوجة بيدل على صفاتها الطيبة والمحمودة اللي بتتصف بيها ومنها طيبة القلب وصفاء نيتها، والله تعالى أعلى وأعلم. وإذا رأت المرأة الحامل اسم سماء في المنام فده بيدل على ولادتها ولادة سهلة ميسرة بأمر الله، وإن الجنين أو المولود أو المولودة هيكون هيحمل صفات وأخلاق طيبة وهتكون يعني صفات حميدة وطيبة ومنها الصفاء والنقاء. كمان اسم والله تعالى أعلى وأعلم. كمان رؤية اسم سماء في المنام في منام الفتاة العزباء بيدل على علو شأنها ومكانتها وترقيها في العمل لو كانت بتعمل أو تفوقها في الدراسة أو غيرها من الحاجات، والله تعالى أعلى وأعلم. واسم سماء في منام الشاب الأعزب بيدل على علو مكانته وشأنه وكمان بيدل على بشرى ليه إن شاء الله بالارتباط بفتاة من علية القوم أو وهتكون من الناس اللي قلبها طيب وعندها صفاء ونقاء في روحها، والله تعالى أعلى وأعلم. كمان رؤية المرأة المطلقة والأرملة باسم سماء في المنام بيدل على علو شأنها ومكانتها وكمان بيدل على صفاتها الطيبة المحمودة اللي معروفة بيها بين الناس، والله تعالى أعلى وأعلم. اسم سماء في منام الطالب بيدل على علو شأنه ومكانته وتفوقه في دراسته والله تعالى أعلى وأعلم. شوفكم الفيديو الجاي على خير. دمتم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.